جدو أبو ضياء، بكتب لك الرسالة دي وأنا نفسي أوصلها لك بنفسي. عايزة أحكي لك جانب من القصة يمكن لسه ما شفتوش. العالم المغيب فاق لما شافك في فيديو ما يتعداش الدقيقة بتودع حفيدتك. انت أثبتت بدون قصد منك إن الصدق عمره ما بيخسر في أي معركة. غيرت مفهوم الغرب عن الشيخ من إرهابي لصاحب قضية، من حجر لإنسان بيحس وبيحزن مهما اختلف لونه، من صورة العصبية والبربرية لكتلة حنان. والحقيقة أنا وقفت كتير قدام المشهد ده وقعدت أفكر، انت ازاي رجلك كانت شايلاك وقتها؟ ازاي الإنسان ممكن يصمد قصاد خسارة روحه؟ ولقيت الإجابة بعدها في كل مشهد كنت بتصبر فيه اخواتنا المصابين وبتواسي قمر بكلامك الجميل. لقيته في قرب قطة صغيرة منك بتحاول تظهر لك حبها على طريقتها. عرفت ان الأرواح الطيبة ربنا بينزل عليها السكينة، وبنقف احنا قصاد مشهد زي ده بنبكي لخسارتك واحنا عاجزين عن الفهم. أنا عايزة أقولك إني أسفة نيابة عن العالم، أسفة إنك كان لازم تخسر الخسارة الكبيرة دي علشان العالم يفوق من غفلته، إنك كان لازم تداري الألم جواك علشان نشوف القوة في ثباتك. أنا أسفة لأن خسارتك أسف الدنيا كله ما يقدرش يغنيك عنها. جدو أبو ضياء، اللي من أول ثانية شفت فيه روح جدي الطيبة. عايزة أقولك إن روح الروح سبقوك للجنة، وإن ربنا بيباهي بصبرك الملايكة، وإن ثباتك هو آية من آيات الإيمان. وإحنا يا جدو، إحنا ولادك وأحفادك وسندك ودارك في كل مكان في الدنيا، وإنت كنت وهتكون دايما، ونعم الجد.